فإذا أما زواج المتعة التي كل واحد، زواج المتعة عند الإمام مالك حلال، الإمام مالك. عند أحمد بن حنبل في ابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين أو في زاد المعاد وفي ابن كثير نقل عن أحمد بن حنبل كان يبيح زواج المتعة للضرورة. فهل كانوا شيعة؟ طيب ابن عباس كان يرى زواج المتعة حلال لحد ما مات. واحد يقول لك تراجع، ما تراجعش، وافتح فتح الباري لم يتراجع لحد ما مات. وبعدين سيدنا عمر في صحيح مسلم بيقول ايوه النبي اباحها وانا بلغيها، في اي واحد يتجوز انا هرجمه لو اتجوز متعه. اذا مرجعيه زواج المتعه هي موجوده عند السنه، واغلب الصحابه كانوا يرون المتعه حلال ومارسوا زواج المتعه حسب صحيح مسلم اكثر من 50 سنه بعد النبي. فهل كانوا شيعه؟ المساله زواج المتعه لا احد يجبر احدا على ان يتزوج متعه، هو نص مباح زي زواج المسيار. زواج العرفي الناس حرة، عايزة واحدة ست بتقول لها أنا عايزة أتجوزك متعة مثلا بين البيع والشراء، يفتحها الستات يقول لك وأين حق المرأة؟ هو في حد أجبرك؟ لماذا نحن نعطي المرأة حرية في أن تختار لنفسها ما تشاء؟ طبعا إذا كانت بالغة رشيدة، أما الصغيرة تحتاج إذن الولي. إذا بالغة رشيدة من حقها أن نحن نعطي المرأة حريتها، فتقول لا أنا لا أستطيع أن أمارس الحرية. ضعوا القانون ليحكم المسألة. يعني نحن بزواج المتعة نحن أحرار ونعطي المرأة حرية. فالمرأة تقول وأين حقوقنا؟ لماذا أنت لا تنتزعين حقوق؟ واحد أجي يقول لك أنا عايز أتجوزك متعة، قولي له لا. خايفة ليه؟ يبقى أنت ضعيفة. يبقى حين نبيح زواج المتعة الذي أباحه الله ورسوله هو من أجل تأصيل حرية المرأة في أن تختار لنفسها ما تشاء إذا كانت بالغة رشيدة.